السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم قررت انا والاصدقاء نديروا شي خرجه باش نبدلوا شويه الروتين وفي نفس الوقت نستمتعوا بالطبيعه. لذلك كانت الوجهه ديالنا هي واحد البلاصه اللي زوينه واللي سميتها تيديالين. تيديالين اللي كتواجد ما بين طريق بوميه وقروشن، وبطبيعه الحال في طريقنا قررت نصور لكم معايا هاد الخضوريه الجميله اللي افتقدناها شحال هادي. ما شاء الله، روعه ما شاء الله، اللهم بارك. واخيرا هنا وصلنا للوجهه ديالنا. حنا الان كنتواجدوا في تيديالين. قررت نصور لكم هاد البلاصه الجميله والرائعه كي دايره بالطبيعه ديالها والاشجار ديالها، مناظر اكثر واكثر من رائعه. ونتمنى من كل قلبي لاي واحد زار هاد البلاصه ملي سالي من الرحله ديالو ما يخليش دوك البقايا تما باش تبقى هاد البلاصه نقيه وزوينه. من بعد ما تسالينا شويه في البلاصه حسينا بالجوع وقررنا نديروا الغدا ديالنا تما اللي هي الشوايه. ولكن ملي سالينا وجينا نجلسوا ناكلو تقول بنا لاننا ما جبناش الخبز. حتى واحد ما تفكر الخبز. والحمد لله كانوا شي ناس تما. المهم مشينا عندهم وقلنا لهم راه نسينا الخبز. المهم عطاونا باش نديبانيو، الله يكبر بهم، تحيه لهم من هنا. من بعد ما كلينا والحمد لله جمعنا المسائل ديالنا وجمعنا دوك البقايا ديال الاكل اللي كانوا تما. المهم نقينا الحاله، تصورنا ووصل وقت الرحيل. رجعنا من طريق مختلفه على الطريق اللي كنا جينا منها. وصلنا واحد البلاصه من نواحي كروشن، يعني واحد البلاصه لفتت انتباهي وقلت ضروري نوقفوا نصوروا هذا الشيء، هذا الجمال، هذه الطبيعه الرائعه. كما كتشوفوا ما شاء الله بلادنا زينه ما شاء الله، اللهم بارك. والى هنا اقول لكم الى اللقاء، وما تنسوش ديروا معكم ديك المتابعه، وشكرا.